لفريق نادي ظفار، بالتوفيق ان شاء الله لفريق نادي النصر من خلال مشوار. وسلطان المزاحمي حقيقه معروف ايضا في الساحه التحكيميه، وهذا فريق نادي النصر. وسلطان المزاحمي طبعا 35 سنه، حصل على شاره دوليه عام 96 على اعتبار الفريقين الحبيبين الجارين نادي ظفار ونادي النصر الكبير حقيقه، على اعتبار ان الفريقين فعلا هما. وبالمناسبه الفريقين سبق ان عزفوا. وجوزيف وبدايه المباراه وكره اللعب على طول، على فكره متخصص على طول لعبه اللعب يحضر الجول مره. وعبد القادر سالم وسيف سلطان على التنفيذ. خلينا نشوف سيف سلطان ممكن ينفذها. سيف سلطان لعبه اللعب، يا سلام، حلوه من سيف سلطان واحلى من علي الحبسي، وبرافو حقيقه. هي هذه الكره في صح الجمهور. وشوف سيف سلطان بشكل حلو جدا. وفي حوالي 27 دقيقه فاتت، 0 النصر 0 ظفار. وشقيقه يتواجد في نادي ظفار. اذا شوف هذه حلاوه كره القدم، وهذه حلاوه التنافس والروح حقيقه المعنويه اللي قاعده تسود الفريقين سواء نادي النصر او ظفار من خلال فعاليات هذه المباراه، ومن خلال جميع الفعاليات الرياضيه اللي فعلا هو مكسب وطني بالدرجه الاولى. وكره اللعب، يا سلام، فوزي بشير على طول بيسجل اول اهداف النصر واول اهداف المباراه. شوف اخذها وعلى طول بكل ما اوتي من قوه بيمينه، وعلى يمين حارس المرمى بدر الجمعه مو 37. هذا فوزي بشير لاعب خط وسط منتخبنا الوطني ولاعب خط وسط نادي النصر. يظهر ان الحكم احتسبها كسر وسلوك. وشوف فعلا اخذها كره واقتنص كره ما كان يتوقعها بدر الجمعه بتاتا، يخلص النتيجه على اقل تقدير بنفس النتيجه وبالفوز بهدف. وانا شايف 11 راح ينفذها، استبد على طول عرض الملعب، وعند علي الحبسي على خلف. هذا علي الحبسي القصه العوبه وبدايه عكسيه مرتده تلعب للبرازيلي بايلو مارسيل. يحاول امام بايلو مارسيل وكره محاول يلعبها بالجول. خلاص بايلو مارسيل يسجل الهدف القاتل والهدف الذهبي حقيقه فعلا على لاعبين ظفار. بايلو مارسيل اللاعب البرازيلي المحترف، شوف اخذها وبكل قوه لعبها بشماله وعلى يمين حارس المرمى بدر الجمعه، ومنها ثاني اهداف نادي النصر في هذه المباراه. وفعلا شوف لما لعبت من بايلو مارسيل بكل قوه لعبها على يمين حارس المرمى بدر الجمعه مارسيل. اذا الهدف الثاني في الوقت بدل الضايع على زمن الشوط الثاني وعمر المباراه لعبد القادر سالم. محمد عمر ما بيه شيء، حاول مهر ركله جزاء. بلنتي فعلا بلنتي لمحمد عمر، جالس امام الكره وتقدم النصر وهذا اللعب. حط الجول، جول عن طريق محمد عمر. شوف محمد عمر لعبها على شمال حارس المرمى، ومحمد عمر الى نادي ظفار في المباراه. كرة اللعب وصفر حكم المباراة الدولي العماني سلطان المزاحمي معلن نهاية زمن الشوط الثاني ونهاية عمر المباراة. مبروك والف مبروك لفريق نادي النصر والجماهير